يعني انت هسه ماخذني وانت مو تاكسي. تاكسي بس تاكسي مو تاكسي بس مو تاكسي. يعني حل وسط. بس انت جمال الشغل هاي خلي الواحد يشتغل تاكسي ويشتغل فيتا ويشتغل عبارة عن دق ورقص. لا تقولي ولا اقول لك، والله العظيم اي رسالة ماكو. هلو جايز، اليوم بقى سويت هدوتي، صرت اخبل بقى حتى بعد مرة. يوم سويت خدودي بوست بنية منزلة انه هي مشترية سيارة او مشترية شقة او اي ممتلك خاص بيها. حلو. رأسا تلقى التعليقات بشرفها. ليش؟ زين ليش؟ يعني الحياة ما شاء الله صار فيها هواية مجالات مختلفة للشغل. نعم. هواية ابداعات. السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات، شلونكم شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد يا اساطير. حبايب اليوم عندنا ايش كم فيديو نريد نعلق عليهن وننطي راينا بيهن. انتم ايضا تقدرون تنطون رايكم بالفيديوهات اللي راح نعرضهن من خلال التعليقات، وايضا لا تنسون تضغطوا لنا على اللايك وتسووا لنا متابعه اللي ما مسوي لنا متابعه، وسوي لنا مشاركه لهذا الفيديو، وسوي تاكل صديقك خلي ايضا يجي ينطي رايه بالتعليقات. يلا خلونا نشاهد الفيديوهات يا اساطير. تلبس الجوال اشتغل تاكسي. ما فهمت شنو؟ اقول لك انا ما اشتغل تاكسي، لان الحمد لله موظف راتبي نعمه. بس شفتك انت باغي تشتغل تاكسي. زين عاد ليش عاملتني اذا انت ما تشتغل تاكسي؟ مويه يعني ابوي اشترى باعي. لا واحد طبق عليك قال لك ليش مشان صعدي؟ انت حصدين وياه؟ لا صح. هذا بنطلع ولا يغيب. يعني انت هسه ماخذني وانت مو تاكسي. تاكسي بس تاكسي مو تاكسي بس مو تاكسي. يعني حل وسط. بس انت جمال الشغل هاي خلي الواحد يشتغل تاكسي ويشتغل فيتا ويشتغل ويعوف الداخليه ويعوف راس الوزراء ويعوف الدنيا. طبعا مره ثانيه جينا الفيديو البنت اللي صارت ام التاكسي، يعني انشهرت بام التاكسي، اريد نعلق عليه لانه صارت امور ثانيه. اوكي، البنت قالت عندي رساله. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نكمل. اكو هواي فيديوهات، لا تطلع اضغط لي على اللايك وكمل وياي. يا مرحبا شلونكم؟ طبعا حبيت اوضح اني البنيه صاحبه فيديو ابو التاكسي اللي انتشر بشكل فظيع، واللي متوقعته ينتشر بشكل سلبي اكثر ما هو يكون ايجابي، لانه انا نيتي بيه كانت والله انه ايجابيه بطريقه اللي هي انه الاف البنات يتعرضون لهذا الموقف. انت قلتي انه الفيديو برساله، زين اريد نشوف الرسائل الباقيه. تعالوا خلينا نشوف باقي الرسائل بعد ما اشتهرت. راح اقطع الصوت. هاي ثاني رسالة. اوكي، رسائل عمي كلها رسائل. يلا اللي بعده. رسائل يابا، رسائل مليانين رسائل. يلا اللي بعده. رسائل عبارة عن دق ورقص. استمر كل حنطتكم. لا تنسى تضغط لي على اللايك حبيبي اللي جاي تشاهد الفيديو. يلا تعالوا خلينا نشوف بعد الرسائل. يابا الرسائل. شبيكم؟ رسائل اخوان تريد تغير من المجتمع. صارت عندنا حاله طوارئ بالبيت. البزونه مالتنا خطيه حامل وصارت عندها ولاده وقيصريه. واختي خطيه لقيت الطفل ميت ببطنها وجابتها للبيطري وسووا لها عمليه قيصريه، والاطفال كلهم ماتوا واختي دفعت 150,000. صارت عندنا. انتم ما عندكم رسائل؟ بس هي عندها رسائل. ايش بيكم؟ اشيل قلبه ذبه تعبني يلا يتعبه مسكين. وقلت لكم هواي رسائل. الرسائل مالتها عباره عن دق ورقص كفيلكم والله. زين يعني انت هسه بالمجتمع البنات ايش راح يستفادون؟ راح يتعلمون على الدق والرقص، بس هاي اكثر شغله راح يستفادون منك. زين حتى الفيديو اللي بالسياره هو فيديو غير مناسب. يلا اللي بعده. جايز صارت عندنا حاله طوارئ، مرت اخويا خبرونا احتمال تجيب. تفضل. احنا هسه تحضرنا وتهندسنا. طلعنا. هاي مرة ايش حاطه هنا؟
مريم شلون تسوين هيك؟ جايز صارت عندنا حركة. يعني انت تخيل جاي تعلم بنات الناس انه شلون يحجون اسرار البيت على السوشيال ميديا. يعني انت تخيل زين هاي تعلم البنات هلو جايز اليوم مرت اخويا راح تجيب عملية ورايحين للمستشفى. يعني انت تخيل الى اين وصلت الانحطاط. زين عبارة عن دق ورقص. لا تقلي ولا اقول لك والله العظيم اي رسالة ماكو. انتي مو قلتي اني اخوتي وهاي وعندي اهل وعائلة وهاي وينهم؟ يعني اللي يخليه اخته تدق ورقص هيجي على السوشيال باع شلون شو اسمه. ما اريد احكي والله العظيم ما اريد احكي. اني المشكلة لساني يفلت. غصبا عليك وعلى راسك نفس الحكم وتبنى ننقم لك الحكم. يلا لو يتربش عاد اروح. لا اله الا الله لا اله الا الله. انت مو كفى احكام. لا كفى احكام بس ما تسوي لي غصبا عليك وعلى راسك عمي. تعرف شو تعمل بسرعة؟ انت تعرفين نفسك وين رجعت العملية؟ انت تعرفين نفسك وين نزلت الحمل ولا لا؟ ما تحكي بس عليك الحكم حتى لا تسوي ثاني. لا مو جاي انت ليش باسلوب واحترام. اوكي وقلت وانا مغايب وانا مغايب. عليك وعلى روحك اسمع ايش. انا مغايب محبوبة الجماهير محبوبة متابعيني، واذا صعدت ما صعدت بزودك بزود متابعيني. يلا هي هذه اللي دافعتوا عنها وقلتوا بنت حبابة وطيوبة. زين جاي تقلد شخصية شفتوا من بسبب الشهرة. زين واحنا ما حكينا على مود هي ايش جاي تسوي ايش ما تسوي. هي تنجاز هي حرة. ولكن هاي الشيلة هي شيلة نساء العراق. زين الطيبات والعفيفات والطاهرات. انت اليوم من يجي شخص يدخل للفيديو ويشوف هاي المرة زين مسوية نفسها مرة كبيرة وجاي تستنقص من الشخصية اللي هي مسويتها. زين فكل شخص دافع عنها. شوف هي هاي الاخلاق مالتهم على مود الفلوس وتجي انت تدافع بالتعليقات صاير محامي مالتها. مو يلا استلم بعد كم يوم بعد ما تعرفك انت منو. يلا اللي بعده استمروا كل احنا ضدكم. خلينا نحكي هسه هيجي. هاي هي اوكي نحكي هيجي المحتوى اللي انتم تحبوه. حلو تمام والقرار لكم انتم. احنا قرارنا اطلعي هيجي بشكلش ما لنا شغل بيك. انت مسويه شخصيه ام غايب مره عراقيه. يعني ما يصير يعني ابد ما مقبول. زين اكتبوا لنا انتم رايكم بالتعليقات شبابنا الطيبه. شو تريد يا استيبندي؟ اطلع حظك. لا 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 حظك. لا 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 لا. زين تفضل اعطينا بالتشكيله. انا بدك تفضل يلا. ام عدا بنت؟ هيدا الشام ما نام مشاكلك انت وامي؟ لا مش تتجاوز. امه زوج علي ليش؟ تفضل. طبك ما انت وامي. انا على ابوك يا بعض. لا لا اترجعك. انا ما احترم. لا حيدر. انا ما احترم. لا حيدر. انا ما احترم. لا حيدر حاكي. حويدر كونك هسه يمي كونك هسه يمي. اي اذا ما الوادم كلها تمضحك عليك هو كضك من اذا انا كما ضداناتك فلا سمع لمك يا غايب. حجي وين غايب؟ وين غايب؟ يلا تفضل. غايب. هو هذا المحتوى الحلو اللي جاي تقدمه هي. زين حجي تمارة كبيرة ايه. امارة كبيرة وقاعدين بيكم وستي. هو هذا المحتوى اللي جاي تقدمه. زين جاي تقول لك محتوى فكاهي وضحك وهاي كلما غلط ومسبه وفشار علني صايره الشغله على التيك توك مليوصه يا الربع. يلا اللي بعده. هلو جايز اليوم بقى سويت هدوتي. صرت اخبل بقى حتى بعد مرة. يوم سويت خدودي بعد خلي مو تنقهر مني مو. هلو جايز. على اليمن يموت تنقهر على الوسخ. على اليمن سويت خدودي خلف الله على الفلاتر. احنا خلف الله على الفلاتر اهم زين ما طلع عن الشبح قدامنا. زين والله العظيم لو ما الفلاتر ما اريد احكي. زين ما اريد احكي. استمروا كل احنا ضدكم. يلا اللي بعده. خدودي سويت خدودي.
بس انا افتهم مستفاد شي غلطانة عليك. اذا انت اخو امك او ابن امك طب لي على الخاص وقول لي انا عندي عداوة وياش، خلينا نتلاقى الوجوه والمحاكم والعشائر تتواجه. بس انا اذا انت اخو امك، شلون انت اخو امك؟ زين افتهم مستفاد شي غلطانة عليك. اذا انت اخو امك او ابن امك طب لي على الخاص وقول لي انا عندي عداوة وياش، خلينا نتلاقى الوجوه والمحاكم والعشائر تتواجه. ادري عليه من محاكم وعشاير، شو ياهل تلزمها تهددك محاكم وعشاير. زين بنين يراد لك حلقه كامله بوحدك. بنين يا اخوان راح اخصص لكم حلقه كامله البنين. اذا تردون اكتبوا لي بالتعليقات نريد حلقه خاصه ببنين. اوكي يلا استمري بنين، كل احنا ضدك. زين يلا اللي بعده. يا مساء الخير والعافية عليكم، شلونكم هاي من هاي؟ حبايب؟ بالنسبة لهاي الشغلات اللي جاي تطلع علي وصفحات المزيفة، هاي مو معلاوي؟ أفلام وصور وما أعرف شنو. ما أعرف ليش مضغوطين من عندي، مع العلم أني ما مأذي أحد، الله شاهد. شو ياهل تلزمه مضغوطين من عندي؟ لا اله الا الله يابا، ليش مضغوطين من عندي؟ احجوا لنا الخاطر الله. أحب أقول لكم شغلة يعني، أي. شو تسوون سووا راحتكم. واثق الخطوة يمشي ملك. تحياتي لكم، أنا وأم علي، باعوني أنا وأم علي. حلو تحياتي لكم. زين انت مو كنتي ملايه والله هاديك، زين قمتي شو اسمه خب ذبي الحجاب، ترى دق ورقص، ترى يعني هم حرام ها، يعني ذبي. زين لا يجوز، لا يجوز اخي. استمر، كل احنا ضدك ومعلم الملايه. يلا اللي بعده. ظهره خايس من النوم وصدره معفن من القهاوي وظال لاحق فلان وفلان. منين جبتها ومنين لك وش تشتغل؟ نعم. وغسيل اموال وما اعرف منو. حقك. ترى عادي يعني ناس تشتغل وتبدع وتجيب هذا الشيء. نعم. خو من افوت مثلا بوست بنيه منزله انه هي مشتريه سياره او مشتريه شقه او اي ممتلك خاص بيها، حلو. راسا تلقى التعليقات بشرفها. ليش؟ زين ليش؟ يعني يا الحياه اخوان ما عيب شاء ترى، الله ما صار يصير. فيها هوايه مجالات مختلفه للشغل، نعم. هوايه ابداعات. اي فانت اللي ظل عاجبك وضعك. الناس صحيح. تشتغل صبح ليل، صبح ليل يعني 14 ساعه اكو ناس تشتغل بالصبح تشتغل، لو طبيعي بالليل. بدك تحصل هاي الاشياء. ظهره خايس من النوم. 14 ساعة تشتغل صبح مع الليل. انت ايش تشتغل صبح لو بالليل؟ قل لي، علق لي بالتعليقات صبح لو ليل انت شنو وضعك؟ زين وانت ليش تجي تحكي عليها؟ اشتريت سيارة تاهو. بيش التاهو اخوان؟ ترى شنو التاهو؟ تفليسيات. ترى شنو 300 مليون 250 مليون تشتري لك سيارة؟ وين يعني وين المشكلة؟ وانت تشتغل 14 ساعة مطعم بشيب تشمبر، زين وتقدر تجيب تاهو بس بعد 25 سنة. استمروا، كل احنا ضدكم. يلا اللي بعده. حبايب القلب، وصلنا لنهاية مقطعنا لهذا اليوم، اتمنى استمتعتم ويانا. لا تنسون تدعمونا بلايك، متابعة للصفحة، اشتراك بالقناة، ومشاركة على صفحتك الشخصية. شكرا لكم، الى اللقاء حبايب القلب.